انت عارف انت لو عملت كده في الماتش النهارده هيحصل ايه؟ بيقول لك كابتن حسام حسن جاب ابراهيم حسن دلوقتي حالا يا جماعه وقال له كده بالحرف. بص يا ابراهيم، الماتش النهارده بالنسبه لي وبالنسبه لكل المصريين حياه او موت، ولازم نكسب باي طريقه. فانا قررت النهارده ان انا احط تشكيل من الاخر كده، برمي كل الاوراق اللي عندي واكون او لا اكون، ويا صابت يا خابت. قالوا طب انت هتلعب بمين يا حسام؟ وهتلعب بحذر دفاعي ولا هجومي ولا هتعمل ايه بالظبط؟ قالوا لا، ماتش السنغال بعد ما اللعيبه بتاعتهم استفزونا وقالوا ان التاهل في الجيب، انا لازم اوريهم يعني ايه يستفزوا المصريين. فانا ناوي العب بتشكيل النهارده في حراسه المرمى محمد الشناوي، وامامه 3 مدافعين. هيكون في القلب حسام عبد المجيد، علشان في اي ركنيه او اي حد طالع لما يطلع كوليبالي حسام عبد المجيد يمسك كوليبالي. جنبه هيلعب ياسر ابراهيم، وجنبه هيلعب رامي ربيعه. ناحيه اليمين هنلعب بمحمد هاني، ناحيه الشمال احمد فتوح. فاجئني اداؤه يعني كتير جدا 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 في الماتش اللي فات، وان خلى الجناح اللي بيلعب عليه يتغير علشان زهق. فيعني فتوح جاي بفورمه عاليه جدا، فهو اللي هيكون ناحيه الشمال. في نص الملعب انا هلعب ب3، هيكون مروان عطيه جنبه حمدي فتحي. حمدي فتحي بيأمن ورا المدافعين ليبرو تاني جنب حسام عبد المجيد، ومروان عطيه يعتبر نص ملعب لوحده متقدم كمان قدامه هيكون امام عاشور. يعني كده الماتش بالنسبه لي حياه او موت. برمي بكل الاوراق اللي عندي وبرمي بكل اللعيبه اللي عندي بطابع هجومي وبطابع دفاعي في نفس الوقت، عشان أأمن تأمين دفاعي وتأمين هجومي في نفس الوقت. قدامهم 2 مهاجمين، هلعب بمحمد صلاح على اليمين وعمر مرموش على الشمال. مش هلعب بمهاجم صريح نهائي. انا بالنسبه لي عمر مرموش ومحمد صلاح اللي يكون امام اول ما يستلم الكوره ويلاقي واحد فيهم فاتح وفاتح من ورا المدافع وكمان يعني رايح من ورا المدافع، امام هيحطها له ونسجل زي ما مرموش عمل في ماتش كوتيفوار، وزي ما صلاح عمل في ماتش كوتيفوار. امام يمسك الكوره يبص يشوف مين اللي مسابق يقوم لعبها له، وبكده ان شاء الله هنقدر نكسب السنغال 1 أو 2 ونروح على النهائي. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه حسام حسن بالتشكيل ده يقدر يعمل ايه مع السنغال والماتش يخلص كام؟ ان شاء الله هنكسب.